السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا فيديو جديد ديال المنتخب الوطني المغربي ومقابلة ليبيريا اليوم 17 أكتوبر. حنا في 8 أكتوبر، مبقاش بزاف على هذه المواجهة النارية بين المنتخب الوطني والمنتخب ليبيريا بطبيعة الحال اللي غتكون في أكادير. المقابلة اللي كانت غتقام هي من 19 شباط، ولكن تأجلت من الظروف اللي كنعرفوها كاملين بطبيعة الحال. إذا المنتخب الوطني المغربي قادر أنه يفوز بنتيجة كبيرة على المنتخب الليبيريا. أهم حاجة مخصوش يستهان بالخصم، وثانيا اللاعبين خصهم يعملوا مقابلة بجدية بطبيعة الحال، ماشي يقولوا مقابلة شكلية فقط. لا، اليوم نتعرفوا على التشكيلة الأقوى واللي يقدر يدخل بها الكوتش ركراكي في خطين، خط الدفاع وخط وسط الميدان. في هذه المقابلة غنبداو بخط الدفاع. عبد الكبير عبقر 24 عام، لاعب ديبورتيفو ألافيس. التكوين ديالو مغربي، من خيرات اللاعبين ديال ممكن تكون المنتخب الوطني في السنين المقبلة. واخا مع منقولوش حنا لاعب شاب، هاد 24 عام راه لاعب صراحة خاصو يكون في الوقت ديالو، وتا هو عامل المجهودات ديالو. راه كيلعب في الليغا الإسبانية، ماشي ساهل باش تلعب في البطولة الإسبانية في القسم الوطني الأول بطبيعة الحال. هناك حداه غالب سايس، لاعب الشباب الساعودي 33 عام، لاعب المنتخب الوطني المغربي قديم بطبيعة الحال، كنظن 11 سنة مع المنتخب الوطني المغربي اللي هو غالب سايس. من اللاعبين صراحة الواعرين داخل المنظومة المغربية وداخل المنتخب الوطني المغربي. اختار انه يمشي للخارج، مشى للسد القطري، من تما مشى للشباب السعودي. الاختيار ديالو ما كندخلوش فيه بطبيعة الحال. هناك العلوت 29 سنة صراحة، اللي عمل مستوى كبير مع الوداد البيضاوي في الموسم اللي فات، وشوفنا الوداد البارحة فاز على اتحاد طنجة ب3-0. أداء جد كبير صراحة، ولكن أداء ناقص بزاف من فريق اتحاد طنجة بطبيعة الحال، اللي حصد 29 نقطة في الموسم اللي فات وبقى بصعوبة في القسم الأول. أنا عنده 5 نقاط من أصل 18. 6 ديال الجولات دا 5 نقاط، حصيلة ضعيفة. ويحيى عطية الله لاعب فريق الوداد البيضاوي، لاعب اللي صراحة من خيرات اللاعبين ديال الوداد البيضاوي، وعمل عقد بطبيعة الحال مع فريق الوداد البيضاوي لمدة 2 ديال السنوات. وحنا عارفين أن يحيى عطية الله راه عنده 28 عام، ماشي صغير زعما ولا. وفحال المعلومه اللي جاتني انه باقي يحترف في اليونان. اذا واش خرج اولمبيكات في الوداد ما عرفتش بهذه المساله. مشيو خط وسط الميدان، بداو بلاعب امير ريساريسو، لاعب البطوله الفرنسيه، من خيرات اللاعبين اللي عند المنتخب الاولمبي بطبيعه الحال. لاعب اللي من اللاعبين الممتازين داخل المنظومه، ممكن المنتخب الوطني المغربي غيستافد منه بشكل كبير صراحه. كنظن عنده 21 عام، وشنا دخل في اخر لحظات مع ماشي دخل في لحظات في الشوط، كان الشوط الثاني مع منتخب بوركينا فاسو. عز الدين أناحي 23 عام، تكوين مغربي، من خيرات اللاعبين اللي عند المنتخب الوطني. لاعب اولمبيك مارسيليا الفرنسي، من اللاعب الكبار ديال المنتخب الوطني المغربي. عز الدين أناحي لاعب صراحه قيمه كبيره كيعطيها المنتخب الوطني المغربي صراحه. اللاعبين الكبار هناك بلال خنوس، لاعب البطوله البلجيكيه، 19 سنة، لاعب ممتاز صراحة داخل المنظومة المغربية وداخل المنتخب الوطني المغربي. لاعب لي في المنتخب الأولمبي ما بينش على ديك المؤهلات الكبيرة صراحة. باش نكونوا متفقين، ما بينش على واحد المؤهلات اللي هي كبيرة. بلال الخنوس اللي كيبقى واحد الاسم لا بأس به أنه يكون في المنتخب الوطني الأول صراحة، لأن المقابلات اللي كيلعب مع المنتخب الأول كيقنع صراحة. واخا في المنتخب الأولمبي ما يقنعش عندك الدرجة الكبيرة، باش نكونوا متفقين بطبيعة الحال على هذه النقطة هذه. إذا بلال خنوس كيبقى واحد الاسم اللي هو ضروري يكون معنا في المنتخب الوطني المغربي في اللوائح ديال الكوتش ديالنا الركراكي. هو شرفنا مع المجموعة بطبيعة الحال في المونديال القطري صراحة، واحد التشريف كبير وكبير بزاف. ديك اللي عملنا في قطر أننا نصف نهائي المونديال تلعب، ما خصناش نساوه بتاتا بطبيعة الحال. هادشي اللي كاين. شكرا.